ازيكم يا جماعة؟ النهاردة حلقة مش عادية، لأن احنا النهاردة هنحكي قصة هي بتحصل دلوقتي حالا. قصة ممكن تبقى بداية حرب أو نهاية سلام. ايه اللي بيحصل دلوقتي بين الهند وباكستان؟ يلا بينا نبدأ قصتنا. وهادي، في صوت بيهمس في الهدوء، حكايات عن ناس اتحبس جوا البيوت، قصص منسية مدفونة تحت التراب. ومين يحكي عن كل سر وكل باب؟ وأمين جايبك الرعب في كلام، حكايات جديدة ومن قلب الظلام، قصص حقيقة هتخليك تخاف. كل كلمة بتحفر فيك خوف وضياع، من حارة مهجورة، شارع مليان أسرار، بنسمع حاجات تخلي العقل يحتار. ومين فاهم يعرف المستخبى، يحكي عن ماضي يفتح فينا باب الرعب. جايبك الرعب في كلام، حكايات من قلب الظلام. في 22 إبريل سنة 2025 الدنيا اتقلبت في منطقة اسمها كشمير، ودي يا صديقي تقدر تقول عليها إنها منطقة زي القنبلة الموقوتة بين الهند وباكستان. ويحصل هجوم إرهابي في منطقة اسمها بهلغام اللي موجودة في كشمير، ويكون نتيجتها 26 قتيل، معظمهم سياح هنود طبعا، ده غير الجرحى والمصابين. ومن ساعتها والعلاقات بين البلدين بقت عاملة زي البارود اللي مستني أي شرارة. بس الشرارة دي جت، وجت بقوة كمان، تحديدا يوم 6 مايو 2025 اللي في تاريخ تصوير الحلقة دي كان من ساعات بسيطة قوي، لما الهند ضربت باكستان جويا في عملية اسمها سندور. طيب ايه اللي حصل؟ ومين اللي بدأ الكلام ده كله؟ وهل احنا على أعتاب حرب نووية؟ استعدوا لأن القصة دي مليانة غموض وتوتر. قبل ما ندخل في تفاصيل القصة، خليني أقول لك ليه الموضوع ده خطير. الهند وباكستان مش مجرد جيران، دول دولتين نوويتين. يعني لو الخناقة كبرت شوية، مش بس المنطقة حواليهم هي اللي هتتأثر، لا، ده العالم كله ممكن يدفع الثمن. الهند عندها حوالي 150 راس نووي، وباكستان عندها من 100 ل 200 راس نووي. يعني تخيل يا صديقي ان الرقم ده يتحرك من مكان. ايه اللي ممكن يحصل؟ علشان كده احنا لازم نفهم القصة دي من اولها خطوة بخطوة. القصة بدأت يوم 22 إبريل سنة 2025 لما مجموعة مسلحة هاجمت سياح في منطقة اسمها بهلغام اللي موجودة في كشمير، ودي منطقة في كشمير اللي تحت سيطرة الهند. أهو الهجوم ده بقى كان الأكثر دموية من يمكن أكتر من 25 سنة، والهند على طول اتهمت باكستان إنها ورا العملية دي. بس طبعا باكستان قالت إحنا ملناش دعوة. بس الهند مش بس اتهمت، لا، دي بدأت إن هي تتحرك. يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده، وأول حاجة عملوها قفلوا معاهدة نهر السن، ودي اتفاقية من سنة 1960 بتظبط تقسيم المية بين البلدين. يعني تخيل انك تقفل المية على بلد زي باكستان اللي هي اصلا عايشة على الزراعة، وبعدها على طول الهند طردت دبلوماسيين باكستانيين وقفلت الحدود، وحتى هي منعت المية عن مشروعات كهرباء على نهر اسمه نهر تشيناب. يعني باختصار الهند بتقول احنا مش هنعديها. وفي الوقت ده باكستان كانت بترد بنفس القوة، وقالوا ان اي هجوم على اراضيهم هيواجه برد قاسي. ووزير الاعلام الباكستاني عطله طرار طلع يوم 30 ابريل وقال ان هم عندهم معلومات ان الهند هتضرب خلال 24 ساعة ل 36 ساعة. وفعلا الراجل ده كان عنده حق، علشان في يوم 6/5/2025 الدنيا ولعت، والهند أعلنت عن عملية سمتها سندور. ودي كانت عبارة عن ضربات جوية على أهداف في باكستان وكشمير الباكستانية. وهفهمك قدام إيه علاقة كشمير الهندية وكشمير الباكستانية. الهند يا صديقي قالت إن هي ضربت مخيمات إرهابيين، بس باكستان قالت إن الضربات دي جت في أماكن مدنية زي مساجد مثلا، وإن في 3 قتلة و12 مصاب لحد الآن. والأرقام دي لحد وقت تصوير الحلقة يعني هي ممكن تزيد، بس يا ترى مين الصح ومين الغلط؟ الله أعلم. والسؤال دلوقتي إيه اللي هيحصل بعد كده؟ باكستان قالت إن هي ردها جاي، بس لحد دلوقتي اللي هو وقت تصوير الحلقة دي بتاريخ 7 مايو 2025 مفيش أي حاجة جديدة. بس الهند عملت تدريبات دفاع مدني في 7 ولايات، يعني بيجهزوا لأي احتمال. الموضوع يا صديقي عامل زي فيلم تشويق محدش عارف نهايته. بس قبل ما نكمل خلونا نرجع شوية لورا، علشان على الأقل نفهم ليه باكستان والهند
وصلوا للنقطة دي. لو عايز تفهم ليه باكستان والهند بيكرهوا بعض قوي كده، لازم ترجع لسنة 1947، لأن السنة دي كانت نقطة تحول لما الهند البريطانية اتقسمت لجزئين، الهند وباكستان. والتقسيم ده كان زي اللي عمل فتح صندوق كل مشاكل بسبب منطقة اسمها كشمير، اللي هي المنطقة اللي فيها الخناقة دلوقتي. والمنطقة دي كانت زي الكريزة اللي فوق التورتة بالظبط، لأن كشمير دي أرض جبلية، وكمان هي مهمة بالنسبة للبلدين، بس كمان هي تعتبر إنها نقطة نار بين البلدين. وفي سنة 1947 كشمير كانت إمارة، يعني ليها أمير اسمه هاري سينغ، والأمير ده كان هندوسي، بس معظم الناس اللي كانوا في كشمير كانوا مسلمين. ولما جت لحظة التقسيم الأمير ما كانش عارف يروح لمين، يروح مع الهند ولا باكستان. وفي الآخر في قبائل من باكستان دخلوا كشمير، والأمير لما شاف الوضع كده خاف وقرر إن هو يروح للهند. ومن هنا وبدأت أول حرب بين الهند وباكستان، والكلام ده فضل من سنة 1947 ل 1949. والحرب خلصت بتقسيم كشمير، جزء مع الهند وجزء مع باكستان، وفي خط في النص اسمه خط السيطرة. بس المشكلة إن محدش راضي بالتقسيم ده، وبعد كده البلدين خاضوا حرب تانية في سنة 1965 وحرب تالتة في سنة 1971. وفي كل مرة كشمير هي اللي كانت بتبقى في قلب الخناقة، لحد ما في سنة 1972 البلدين وقعوا اتفاقية شملة، واللي حطت خط السيطرة ده بشكل رسمي. بس برضه ده محلش المشكلة، كشمير بقت زي الجرح اللي ما بيلمش. الهند بتقول إن كشمير جزء منها، وباكستان بتقول إنها لازم تبقى معاها علشان أغلبية الناس هناك مسلمين. طيب والناس في كشمير نفسهم عاوزين إيه؟ هنا بقى في اللي عاوز الاستقلال، وفي كمان اللي عاوز باكستان هي اللي تحكم، وفي اللي عايز يفضل مع الهند. وفي التسعينات يا صديقي الوضع ازداد سوء بسبب جماعات مسلحة في كشمير بدأت إن هي تعمل هجمات ضد الهند، والهند وقتها اتهمت باكستان إنها هي اللي بتدعم الجماعات دي، وباكستان كانت دايما بتنفي الكلام ده. بس التوتر زاد في سنة 1998 لما البلدين عملوا تجارب نووية، يعني بقوا دولتين نوويتين رسميا. يعني تخيل أي خناقة صغيرة ممكن تبقى كارثة عالمية. وفي سنة 1999 حصلت حرب كارجيل لما قوات باكستانية ومسلحين عبروا خط السيطرة ده وحاولوا إن هم يسيطروا على أماكن في كشمير، والهند وقتها ردت بقوة، والحرب كانت على وشك إن هي تبقى نووية. بس الضغط الدولي وقتها هو اللي وقفها، ومن ساعتها كل شوية في هجوم إرهابي. الهند بتتهم باكستان وباكستان بتقول مش إحنا. وفي سنة 2019 حصل هجوم في منطقة اسمها بلومة في كشمير، واتقتل فيه حوالي 40 جندي هندي، والهند ردت بضربة جوية على مكان اسمه بالاكوت في باكستان، وقالت إنها ضربت مخيم إرهابيين. بس باكستان ردت ووقعت طيارة هندية، بس الوضع وقتها اتلم بسرعة. طيب احنا ليه بنحكي القصة دي؟ احنا بنحكي القصة دي يا صديقي علشان اللي بيحصل دلوقتي في سنة 2025، اللي بيحصل دلوقتي زي نسخة مكبرة من اللي حصل زمان في 2019، بس المرة دي التوتر أعلى والمخاطر أعلى. دلوقتي خلينا نرجع لسنة 2025 بعد هجوم بهلغام. الهند قررت إن هي مش هتستنى وعملت عملية سندور اللي كانت زي الرد. بس السؤال هنا بقى يا صديقي، ايه اللي حصل بالظبط في الضربات دي؟ وهل فعلا كانت على إرهابيين ولا في حاجة تانية؟ في يوم 6 مايو سنة 2025 اللي هو دلوقتي حسب توقيت تصوير الحلقة من ساعات بسيطة جدا، في كشمير الباكستانية في طيارات هندية طارت في 5 أماكن زي ما باكستان قالت، والهند أعلنت إنها نفذت عملية سندور على مخيمات إرهابيين في كشمير اللي تحت سيطرة باكستان. والهند قالت إن الضربات دي كانت دقيقة ومدروسة، وإنها ما استهدفتش أي حاجة عسكرية باكستانية. بس باكستان قالت حاجة تانية خالص، وطلعت ببيان رسمي وقالت إن الضربات جت في أماكن مدنية، وإن في 3 قتلى و12 مصاب لحد وقت تصوير الحلقة دي. ووزير الخارجية الباكستاني قال الهند بتحاول تلهينا عن مشاكلها الداخلية واحنا ردنا جاي. بس لحد دلوقتي مفيش اي رد عسكري واضح من باكستان. بس في بعض الاخبار بتقول ان باكستان اسقطت طيارات هنديه، او ان الهند ضربت مدن في باكستان برضه، بس الكلام ده لحد الان مش متوثق. اللي متوثق ان باكستان وقعت طيارات هنديه، والكلام ده لحد وقت تصوير الحلقه دي، يعني ممكن يتطور كمان. وفي كمان فيديوهات انتشرت بتظهر انفجارات، بس بعضها طلع مزيف. يعني في ناس بتحاول تستغل التوتر ده علشان تنشر الفوضى
أو تاخد ريتش. بس اللي مؤكد إن الضربات حصلت وإن التوتر بقى في السماء. والهند قالت إنها ضربت أهداف تابعة لجماعة جبهة المقاومة اللي مرتبطة بتنظيم اسمه لشكر طيبة، والتنظيم ده معذور. بس باكستان بتقول إن دي أماكن مدنية وإن الهند بتفتعل مبررات. بس اللي بيخلي الموضوع أكتر غموض إن الهند مش أول مرة تعمل كده، لأن زي ما قلنا في سنة 2019 الهند ضربت بالاكوت بعد هجوم بلوما، بس المرة دي الضربات أكتر والتوتر أعلى. ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بيواجه ضغط كبير من الناس في الهند علشان يردوا بقوة. ووزير الدفاع الهندي راجناث سينغ قال احنا هنطرد الارهابيين لحد ما نوصل لهم. وفي المقابل باكستان بتقول انها جاهزه لاي حاجه. ووزير الدفاع خواجه آصف حذر من احتمال حرب شامله. بس اللي بيخوف اكتر يا صديقي ان الهند يوم 7 مايو اللي هو النهارده يعني وانا بصور الحلقه دي حاليا عملت تدريبات دفاع مدني في 7 ولايات، يعني بيجهزوا لسيناريو كبير. تخيل يا صديقي صفارات الانذار وتدريبات على الاخلاء والناس بتتدرب على ازاي تتصرف لو حصل هجوم. ده معناه ان الهند شايفه ان الموضوع ممكن يكبر. بس السؤال هنا ليه الهند ضربت دلوقتي؟ وهل فعلا في تهديد ارهابي ولا في اجنده تانية؟ وباكستان هترد ازاي؟ وهل هتضرب زي ما ضربوا في 2019 ولا هتحاول تهدي الوضع؟ خلينا نتكلم بصراحه، الهند وباكستان مش بيتخانقوا على كشمير، لا دول بيتخانقوا وفي ايديهم اسلحه نوويه. الهند عندها حوالي 150 راس نووي وباكستان عندها اكتر شويه من 150 ل 200 راس نووي. وباكستان عندها سياسه اسمها الاستخدام الاول، يعني لو حست ان هي في خطر ممكن جدا تستخدم السلاح النووي قبل الهند. والهند عندها سياسه احنا ما نبداش، بس لو اتضربت ردها هيكون مدمر. تخيل بقى يا صديقي لو الموضوع ده خرج عن السيطره، ايه اللي ممكن يحصل؟ في سنة 1993 في تقرير للCIA قال إن أي هجوم إرهابي في كشمير ممكن بنسبة كبيرة يبقى شرارة حرب نووية. ودلوقتي واحنا في سنة 2025 احنا شايفين السيناريو ده بيتحقق قدام عينينا، هجوم بهلغام وضربات سندور وتوتر زي البارود، والعالم كله بيتفرج والكل خايف. والدول الكبيرة فعلا بدأت تتحرك، وأمريكا من خلال وزير الخارجية ماركو روبيو قالت إن هي بتدعم الهند ضد الإرهاب، بس في نفس الوقت طلبت بالشفافية. وفي الجهة المقابلة الصين اللي هي حليفة باكستان قالت إن هي عايزة تحقيق محايد ودعت للهدوء. بس لحد دلوقتي مفيش حوار بين الهند وباكستان. بس اللي بيخوف بجد إن التوتر مش بس عسكري، لا الهند قفلت المية على باكستان، ودي زي ما انت تقطع كده الأكسجين عن بلد بحالها. وباكستان ردت بقفل المجال الجوي على الطيارات الهندية وعلقت التجارة، يعني الخناقة بقت اقتصادية كمان. بس في وسط الدوشة دي في ناس بتحاول تهدي الوضع، ونشطاء السلام من الهند وباكستان طلعوا على موقع اكس بيطالبوا بحوار. بس طبعا الصوت ده ضايع وسط صوت الحرب. دلوقتي احنا في 7 مايو 2025 والوضع زي ما يكون عامل زي النار تحت كومة قش، أي نفخة هوا فيه النار هتطلع. الهند ضربت وباكستان قالت هترد، بس لحد دلوقتي مفيش حاجة كبيرة حصلت. بس ده مش معناه إن الدنيا هتهدى، لا ده الهند بتعمل تدريب دفاع مدني وباكستان نقلت قوات على الحدود، والخطابات بين البلدين كلها تهديدات. ومودي رئيس وزراء الهند بيقول هنضرب الإرهاب في عقر داره، وباكستان بتقول أي عدوان هيواجه برد قاسي. واللي بيخلي الموضوع غامض إن محدش عارف إيه الخطوة الجاية، يعني هل باكستان هتضرب زي ما الهند ضربت ولا هتحاول تهدي علشان الضغط الدولي؟ والهند هل هتكتفي بضربات سندور ولا في حاجة تانية في الطريق؟ الله أعلم. بس في تقارير بتقول إن الصراع ده أخطر من 2019 علشان البلدين طوروا جيشهم وكشمير بقت نقطة اشتعال أكبر. واللي لازم نفهمه إن الحرب لو حصلت مش هتبقى زي أي حرب، لا ده حرب بين دولتين نوويتين في منطقة زي كشمير اللي مليانة جبال وصعب السيطرة عليها. ولو الوضع خرج عن السيطرة ممكن جدا نشوف كارثة زي هيروشيما بس أكبر مليون مرة. وفي نفس الوقت في أمل صغير علشان المرة دي الضغط الدولي هيبقى زيادة. بس المشكلة إن الهند وباكستان مش بيسمعوا كلام بسهولة، وكل بلد عندها كبرياء وكل بلد عايزة تثبت إنها الأقوى. القصة دي يا صديقي عاملة زي فيلم تشويق، بس للأسف محدش عارف نهايته. دي حقيقة بتحصل دلوقتي، الهند وباكستان على الحافة
وكشمير زي القنبلة اللي ممكن تنفجر في أي لحظة. من سنة 1947 لحد النهاردة 2025 الخناقة دي لسه مستمرة، وفي كل مرة بتزيد تعقيد، هجوم بألغام، ضربات سندور، تهديدات وتدريبات عسكرية، وكل ده والعالم بيتفرج. والسؤال اللي لازم نسأله، هل في أمل إن الوضع يهدى ولا إحنا فعلا رايحين على حرب؟ الجواب ده ليك يا صديقي. وبس كده يا سيدي، ده كان اللي عندي النهارده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه لو الفيديو عجبك، وما تنساش تكلمنا على الانستجرام لو عندك اي ملاحظه على الفيديوهات او حابب نقول اي قصه جديده، وكل رابط هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. بس كده كان معاكم امين اشرف، اشوفكم الفيديو الجاي.